ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا حلوين؟ تعالوا بقى اوريكم. انا نزلت النهارده جبت شويه حاجات. طبعا عماله ايه، انا اصلا في الطبيعي يعني حق الله بعيد عن امي تعبانه او قاعده عندي او مش قاعده عندي، انا في الطبيعي بنزل اجيب حاجه حاجه حبه حبه كدهوت على قدي. فطبعا كمان الحاجه غاليه جدا، بس هو المشكله بس ان انا المره دي رمضان ده على رمضان، كل رمضانات اللي فاتت، شهور السنين اللي فاتت، اني بس اتاخرت فالحاجه بقت غاليه. يعني تعالوا بس اوريكم جايبه ايه دلوقتي. يعني انا جايبه كيلو طماطم، الكيلو عامل 15 جنيه. الراجل كان عايز يدهاني ب20 جنيه، حاطط طماطم قدامه اي كلام خالص خالص، مش حلوه خالص، ب12 جنيه. وحاطط طماطم تانية برضو يعني منها حلو على وحش كده ب15 جنيه. ودي مخبيها من وراه يعني، حاططها بيقول لي ب20 جنيه. يا عم زي ب20 جنيه؟ ده انا رايحه اخر الشارع لاول الشارع، طماطم اصلا ب15 جنيه في كل حته وحلوه جدا، واللي مش حلوه ب12 جنيه. ليه انت ب20 جنيه؟ قال لي هو كده ومش كده ومش عارفه ايه. فبعد كده ايه هتقولي طب ما رحتش جبتي من اخر الشارع ليه؟ اقول لكم بقى، يعني انا رحت اخر الشارع وما جبتش، فقلت ان انا هجيب اللهم صل على النبي والسلام. قلت ان انا هجيب من اللي جنبي، يعني عشان ايه؟ طبعا هشتري حاجات كتيره فالحاجه هتبقى تقيله عليا، فقلت هجيبها من حد، يعني من الراجل دوت قريب مني. فعايزه اقول لكم رحت قلت له لا، ده انا ما رضيتش اجيب من اخر الشارع، ورغم ان هو عارفني قلت له ما رضيتش اجيبها من اخر الشارع وجيت جبتها منك. ازاي يعني تداني ب20 جنيه؟ انا هاخد 5 كيلو بال75 جنيه، ب15 جنيه. فقال لي ماشي اللي انت عايزاه وكده. اقسم بالله والله العظيم احنا اللي وحشين، احنا اللي بنبيع بدل الذمه 100 ذمه، من الاخر بصراحه. يعني احنا اللي بنبيع الذمه بدل الذمه 100 ذمه. فجبتها ب15 جنيه، من 20 جنيه اداني ب15 جنيه. ماشي، تعالوا اكمل لكم في الفيديو التاني عشان ما اطولش عليكم. تعالوا اوريكم. دي كده اهوت اهي 5 كيلو ب75 جنيه الطماطم. ماشي. جبت ايه تاني؟ هنزل لكم الاول، اكيد هنزل لكم الفيديو الاولاني قبل دوت. كنت امبارح كنت جايبه لحمه مفرومه وجايبه سمبوسه وعملت شويه سمبوسه باللحمه المفرومه. عايزه اقول لكم السمبوسه دي يعني في رمضان كده على الفطار، اقسم بالله اللي بيحسسنا برمضان، عشان احنا في الطبيعي ما بنعملش سمبوسه دي طول السنه الا كل شهر رمضان. هتقولي ليه ما السمبوسه موجوده كل يوم؟ عايزه اقول لكم ما اعرفش، يمكن في رمضان بنهتم بالاكل او بالحاجات دي. فامبارح عملت باللحمه المفرومه. عايزه اقول لكم ان هي بالجبنه احلى بكتير من اللحمه المفرومه. بس انا عندي زين وردينا ما بياكلوش الجبن من يوم ما اتولدوا. قولوا لي، اكتبوا لي وقولوا لي عندكم عيال كده او تعرفوا حد كده من يوم ما اتولد ما ياكلش الجبن ولا يلمسوها بايديهم كده؟ يعني الجبنه لو جنبهم ما يلمسوهاش كده. يعني انا لو ماسكه الجبنه وعايزه انولهم حاجه اديهم حاجه، لا لازم اغسل ايديا قبلها. ماشي. فجبت بقى النهارده، يعني امبارح عملت سمبوسه باللحمه المفرومه، والنهارده جبت 2 سمبوسه. امبارح عامله كيسين. خلي بالكم السمبوسه ما تجيبوهاش من عند بتوع الفطير اللي هم الكياس البلاستيك دي، مش حلوه خالص، الورقه تخينه جدا ولازقين في بعض، ما بتيجي تشديهم بيتقطعوا. فنصيحه لوجه الله ما تجيبيش السمبوسه اللي هي في الكياس ديت اللي هي من عند بتوع الفطير وكده. جبت سمبوسه فدي جايباها من السوبر ماركت، الواحده ب22 جنيه. برضو انا معرفش النوع ده حلو ولا لا، برضو هجربه معاكم. بس متهيألي حتى لو مش حلو مش هيبقى سيء قوي زي اللي هو في الكياس اللي هو الشفافه ديت. على العموم انتوا هتشوفوا الفيديو وهتشوفوا يعني انا قصدي ايه. فجبت الجبنه اللي هي المراعي ديت. جبنه المراعي دي بطعم الجبنه الرومي، انا اصلا في الطبيعي بحبها جدا وحلوه قوي. فهعمل بيها بقى السمبوسه ديت. هتقولوا لي طب هو السمبوسه هتاخد وقت اساسا ان انت تعمليها عادي في رمضان؟ عايزه اقول لكم كل حاجه بتاخد وقت، وكمان انتوا عارفين ان الماما قاعده عندي، فطبعا بالنسبه لي يعني ايه، وقتي اضيعه مع امي احسن ما اضيعه في المطبخ، فاهمين قصدي؟ فسهل الدنيا عليا اكتر. فهعمل السمبوسه دي النهارده وهحطها في اكياس واحطها في الفريزر، ووقت الفطار ما فيش 5 دقايق هطلعها واقليها. نعمل لكم فيديو تاني ببقيه الحاجه.
تعالوا بصوا، انتوا هتقولوا لي انت ليه بتعملي فيديوهات كتيره؟ كذا مره اقول لكم ان الفيديوهات دي كلها انا بجمعها في فيديو واحد وبنزله على الصفحه التانية على اليوتيوب، لكن هنا هوت على الفيس دي عايزه فيديوهات ومقاطع صغيره، فطبعا الناس بتمل جدا جدا جدا، والناس اصلا بتنزل الفيسبوك علشان فيديوهاته ومقطوعاته قصيره، الناس اللي ما بتحبش ان الفيديو يبقى طويل، فاهمني؟ فاللي حابب بقى يتفرج على الفيديو شامل كامل يخش على اليوتيوب، الرابط هنزله لكم في اول تعليق ثابت، ماشي؟ دي بقى اللي فيها الفيديوهات الطويله والروتينات وكده اهوت. المهم دول الاثنين السمبوسه ودي الجبنه، بيبقى طعمه تحفه اقسم بالله، احلى من اللحمه بكتير جدا. فانا هعمل حبه من دول حبه من دول، ولما اجي اطلع حبه من الجبنه وحبه من اللحمه المفرومه، ماشي؟ جبت ايه؟ جبت قلقاس، جبت قلقاس، بس بصراحه انا خليتها قشرتها لي وقطعتها لي بالطريقه ديت، يعني قلت لها قشرها لي وقطعها لي عشان جايبه واحده 2 كيلو، فال 2 كيلو واحده كامله، مش عايزه اخد كذا واحده مستويه مش مستويه. انا معرفش اصلا بقى القلقاس حلو ولا لا، ان انا ما جبتش خالص، اني بصراحه الحاجات اللي كنت مفرزاها من رمضان اللي فات لسه مخلصاها من 20 يوم ولا من 20 يوم تقريبا، فعشان انا عندي العيال ما بتاكلش الطبيخ وما بتاكلش القلقاس والحاجات دي، فالحاجات بتاعت رمضان اللي فات لسه مخلصاها من 20 يوم، فلسه ما جبتش القلقاس ده خالص، واول مره اجيبه النهارده، فجبت 2 كيلو واحده كامله، فقلت لها لا انا مش هعرف اقشرها وهبهدلني، فجبت واحده استنى يا احمد جبت واحده 2 كيلو وخليتها قشرتها لي وقطعتها لي 4 كده اهو. بصوا مش عايزه الماده اللزجه دي، بصوا قطعتها لي كده، ماشي؟ انا هعمل ايه بقى؟ خليكم بقى في الفيديو بتاع التفريزات، هوريكم انا هعمل ايه، انا هقطعها براحتي يعني، بس هوريكم انا بفرزها ازاي. طبعا انا منزله لكم الفيديو دوت 200 مره قبل كده اهوت، بس طبعا انا هجدد معاكم وهنزله. جبت ده وجبت ايه تاني؟ وجبت سلق. عايزه اقول لكم السلق مش عاجبني خالص بصراحه، حاساه مش، بصوا ولا حلو، حاساه مش كتير. جبت حزمتين سلق وجبت حزمتين كزبره. ما بعملش السلق بالشبت خالص، في ناس بتحطي شبت مع الكزبره بيطلع تخين كده قوي 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 وبيبقى طعمه مش حلو خالص، فلو انت حابه تبقى خفيف كده وشربته خفيفه وحلو وفي نفس الوقت خض اخضر وجميل، هاتي كزبره وبتاع ده اسمه ايه وسلق. فجبت الاتنين دول بكام؟ معلش انا حقكم عليا، انا جايبه السلق دوت ال2 كيلو، ال2 كيلو ب60 جنيه، الكيلو ب30 جنيه، انا معرفش غالي ولا لا، بس عشان كمان قشرته وقطعته، فمش عارفه هو غالي ولا لا، قولوا لي ولا اتضحك عليا، انتوا عارفين ان انا في الاسعار هبله اصلا. وجبت دول ب10 جنيه 2 سلق و2 كزبره، دول ب10 جنيه. اعمل لكم فيديو تاني ببقيه الحاجه. تعالوا اقول لكم جبت ايه تاني. جبت السكينه دي، انا لسه كنت جايبه واحده اصلا اهي. بصوا انا لسه السداد تحسوا ان هم شبه بعض، بس دي ارفع شويه، يعني دي ارفع شويه. كنت لسه جايبه دي ب45 جنيه. مش عارفه ليه حاساها ان هي مش حاميه، بارده، فحاسه ان هي هتعلني شويه، فروحت جبت دي ب35 جنيه، يعني دي ب35 ودي كنت جايباها لسه جايباها اول امبارح من يومين 3، كنت جايباها ب45 جنيه. تعالوا عشان ما اطولش عليكم، جبت ايه؟ جبت كرنبيتين، كرنبيت 2 كرنب. استنى اوقف الفيديو. بصوا بقى، انا في اول الشارع عندنا، انا مش عارفه، حاسه الحاجه غاليه عندنا في اول الشارع عن لما بدخل في اخر الشارع. فبرضو الست قالت لي الكرنبويه ب45 جنيه. ليه يا حاجه 45 جنيه؟ هو كده 45 جنيه. خلي بالكم الاستغلال فينا، احنا المستغلين، اقسم بالله احنا المستغلين، عشان الواحد ما يقعدش يقول ايه فين المسؤولين، فين مش عارفه الرئيس، فين مش اقسم بالله احنا يا بشر مستغلين، بنستغل بعض وبنستغل ظروف بعض وبنستغل يعني
الايام اللي احنا فيها دي داخل علينا رمضان، يلا اضربه 45 جنيه، مع اني وانا نايمه ببقى سامعه الراجل بيعدي الكرنبيه ب 20 جنيه، اقسم بالله. بس هو استغلال مش اكتر. بس هتقولي ما بتجيبش فيها في الدور الخامس هطلع الكرنب ازاي وانزله ازاي؟ ما بقومش وما بجيبش، وجوزي اصلا ما بيحبش الصوت العالي في البلكونات وكده. المهم تمام، فقالت لي 45 جنيه، قلت لها لا خلاص مش عايزه. مشيت اخر الشارع جبت الكرنبايه. بصوا انا برضو قولوا لي حلوه ولا لا. جبت الكرنبيه الواحده ب 20 جنيه. بصوا هو هتقولي ده صغير يمكن التاني احلى والمصحف، ابدا هو هي قالت لي 45، رحت جبتها من اخر الشارع النص، من اخر الشارع يعني اللي عندنا، جايباها ب 20 جنيه. جبتها واحده ب 20 جنيه. يعني دي حلوه، دي حاساها مش قوي، بس على فكره اللي بيقولوا عليها مش حلوه تطلع مسكره ورقها تحفه. فدي ودي حاسه بس هي بس زي مقطعه شويه، ممكن حد يقول لي دبلانه شويه، مش مشكله خالص. هتتسلق وهتتقطع وهتبقى طعمها حلو، وهتكمل اليوم عادي، هتكمل يعني الوقت. فدول اللي عندي. عايزه اقول لكم الحمد لله نظفت مطبخي قبل ما انزل، اديني طالعه لاقيه الميه قطعه. طبعا انا مش هعرف اعمل الحاجات دي دلوقتي خالص غير لما الميه تيجي، لان طبعا كده اصلا في الطبيعي بقيت بسهر، فعلى الساعه 3 4 الميه وقت ما تطلع هعمل حاجه كده اهوت، وهصور لكم الحاجات ديت. تمام يعني جبت الكرنبيتين دول ب 40 جنيه، تمن واحده، ويمكن اقل ب 5 جنيه، يعني هي قايله لي الواحده ب 45 جنيه. تعالوا اوريكم بقيه. بصوا بقى اكمل لكم بقيه الحاجه. طبعا انا عملت الشقه الحمد لله وخلصتها، بس عايزه اقول لكم ان هي من يوم الجمعه اللي هو امبارح ده الشقه قلبت كلها. استنى، عايز خد الشحنه. الشقه قلبت كلها تراب، وطبعا مش انا بس، اكيد الناس كلها نفس النظام. يا بخت الناس اللي كانتش لسه عملت شقتها وكانوا ناصحين كده وحاسين ان في حاجه غلط هتحصل. فالشقه قلبت كلها تراب. بس معقول انا هنضف نفس التنظيف العميق اللي انا نضفته المره اللي فاتت وتعبت؟ لا والله ما يحصل ابدا. انا هبدا بس اشيل مثلا يعني الكنبه اللي هي الركنه ديت اللي تحت الشباك، هي بس اللي هجرها كده، وهتني السجاده وهكنس وامسح وانفض الشباك وارجع ادخل كل حاجه مكانها. يعني انا بصراحه مش هرجع اقلب الدنيا زي ما قلبت، ان انا بصراحه تعبت جدا جدا جدا، وانتوا عارفين الماما قاعده عندي، فمش هقدر على المجهود ده بصراحه، فاكيد يعني مش هعمل كده. الحمام بقى كنت عملت الشقه كلها وخلصتها، وصبنت المطبخ على فكره وخلصت كل حاجه، وانا فرشه اصلا الشقه كلها. معلش يعني اعذروني، انا ما بصورش الروتين بتاع الشقه دوت. انا ما بعرفش يعني ما بعرفش استخدم يعني اتعامل في الشقه براحتي غير لما بكون لابسه حاجه خفيفه عشان اعرف اتحرك في الشقه. ولما بلبس ازدالاب او بلبس حاجات زي كده انا بحس حتى مهما لبست اقسم بالله الكاميرا برضو يعني برضو بتوضح كل حاجة في البني آدم. فبصراحة موضوع الروتين ده ركنته على جنب، وحتى لو حبيت ان انا اعمله يعني هحاول على قد ما اقدر بصراحه استبعد حوار الروتين ده شويه. المهم، فدلوقتي انا جبت اللي هو الفلاش دوت، كنت انتوا اللي قايلين لي عليه على فكره للبانيو، فهو بس تصبين الحمام. فجبت جبت من الصبانه كيلو صابون، وجبتي كيس اوكسي عشان عندي غسيل، وجبتي كيس الفراش دوت. وانا اصلا في الطبيعي ما بستخدمش السلك الالمونيا، بس انا جبته علشان الحمام ينضف. وجبت كيلو كرول، وبعد ما جبته قلت وانا جايبه الكرول اعمل بيه المره اللي فاتت لما حطيت كرول على الفلاش ده اقسم بالله كنا هنموت من الريحه، كانت صعبه جدا 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 جدا. ولما كنت مصوره ناس كتير قالت لي انت غلطانه، ده بيعمل ماده سامه، وانت غلطانه ان انت حطيتي الاتنين على بعض. فبصراحه غلطت قوي، ما كنتش عارفه، مش عارفه انا جبت الكرول ليه، بس مش مشكله يعني بعد كده هيستخدم، حتى لو ما استخدمتوش في ساعتها بعد كده هيستخدم. بس الفلاش ده خلي بالكم ان هو حلو فعلا، وانتوا كنتوا كبلي وانا استخدمته حلو جدا. بس في مشكله، اوعوا تحطوه على الخلاطات بتاعه الحمام او الحب بتاع الاستانلس بتاع المطبخ، اوعوا تعملوا كده. ان انا ما كنتش اعرف لما انتوا قلتوا لي، فاستخدمته في الخلاط بتاع خلاط الحمام، فعمل زي صدى كده، حاساه ان هو صدى. فرحت بصراحه
فمش هعمله تاني يعني. فانا قلت اقول لكم خلوا بالكم من موضوع الصدى ده، بيصدي الخلاطات. وان شاء الله لما اجي اعمل الحاجات دي هصور لكم فيديو حلو كده واحاول اسرحه لكم عشان ما اطولش عليكم. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان الخير والسعاده عليكم. وعايزه اقول لكم الشوارع جميله جدا والناس بتركب لوند بتركب سينا، وما شاء الله ما شاء الله ربنا يفرح الناس كلها ويجعل ايامنا كلها فرحه وسعاده يا رب على المسلمين اجمعين. واشوف وشكم على خير.